وسهلا. عرفنا بنفسك. عمار عبد المحسن محمد ابو الليل، والد مريم. احكي لنا ايه يعني استيقظت مدينه المحل الكبرى على حادث مأساوي، هو العثور على جثمان امير خطيب بنتك في داخل شقه الزوجيه، حيث كان من المقرر ان هم يستعدوا للزواج وعقد قرانهم اليوم والزفاف الاسبوع المقبل. نعم كان ابو خطيبها الله يرحمه كان حاجز القاعه يوم 9/12 الشهر الحالي، وحاجزين الكوافير في نفس الموعد، وكنا متفقين على كل التفاصيل، وكل واحد منا بدوره. اطراف انا ابو العروسه وابو العريس الله يرحمه، كنا مجهزين جهازهم وعفشهم جاهز، وكنا متفقين حتى على السياره اللي هتنقل العفش، يعني كنا متفقين على كل التفاصيل. ام مريم امبارح كلمتني في التليفون، قالت لي اعمل حسابك بكره ان شاء الله عشان هنروح نكتب الكتاب. طبعا هنكتب الكتاب عند المحامي لان البنت قاصر، وهنرفع قضيه اثبات زواج. كان هيبقى كاتب الكتاب النهارده يعني؟ كان المفروض النهارده، كان مقرر النهارده، ومقررين كده النهارده، ومتفقين على كده، وعاملين حسابنا على كده. في الحقيقه انا يعني مندهش جدا 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 من اللي حصل. امير ومريم كانوا بيحبوا بعض جدا جدا جدا. انا شخصيا ما كنتش موافق على امير، مش اعتراضا على شخصه ولا حاجه، لا، بس انا كنت شايف ان بنتي صغيره لسه، ودي اصغر بناتي، فكنت معترض عموما على جوازها دلوقتي خالص يعني. وضغط لرغبه بنتي في اتمام زواجها بامير، لانها بتحبه جدا وهو بيحبها جدا. وفي يعني احداث هي قبل كده في محاضر رسميه في قسم شرطه ثالث المحله، ان البنت كانت شربت سم اكتر من مره عشان خاطره. ده حقيقي. لما اعترضنا على الزواج وزعلوا من بعض، بعدها الولد نفسه الله يرحمه شرب سم برضه عشان خاطرها. كنا عايشين في افلام، يعني هو حاول يموت نفسه وهي حاولت تموت نفسها عشان خاطر بعضهم. كل ده عشان عايزين بعض. ازاي دلوقتي واحد فيهم يقتل الثاني؟ وكان مقرر النهارده عقد القران، وبعد اسبوع ان شاء الله الزواج رسمي. مفيش اي داعي للقتل، والاثنين بيحبوا بعض، والاثنين متمسكين جدا جدا ببعض. ما كانش في مشاكل كده يا بابا مثلا ما بينهم؟ كانت بتحصل مشاكل عاديه، خلافات عاديه جدا زي اي اتنين مخطوبين واي اتنين متجوزين، بس هم معاهم كانت الخلافات دي كتيره شويه. احكي لنا عن طبيعه الخلافات في الفتره الاخيره دي. والله خلافات يعني طبعا ده كان شاب فرض رايه، وده واجب، عايز يفرض رايه، هي بتعترض على رايه وعاوزه تناقشه. ده كان اخر خلاف انا حضرته. مش عاجبها الكوافير، لا انا عايزه كوافير تاني غير ده. كانت الخلافات، ده كان اخر خلاف من النوعيه دي. كان في غيره طبعا الاثنين هو كان غيور جدا جدا جدا، كان بيغير عليها جدا جدا جدا، ده حقيقه يعني. كان بيغير عليها هي؟ احكي لنا كده عن اخر خلاف حصل ما بينهم. يعني في مره هو الله يرحمه، يعني الخلاف بيني وبينه انا كان في بيني وبينه فجوه كبيره، مش خلاف بقدر ما هي فجوه كبيره جدا جدا، لان هو رحمه الله عليه كان غشيم شويه. ده طبعه صعب يعني. غشيم يعني مندفع متهور، ما بيعملش حساب للكلمه اللي بيقولها، ما بيعملش حساب لفرق السن. فاتصل بيا في التليفون، هي بنتك فين؟ قلت له في ايه يا ابني؟ احنا منفصلين انا وامها. قلت له عند امها. شتم بالفاظ بذيئه جدا جدا، روح شوف بنتك يا راجل يا كذا يا كذا، وشتم كتير. كان بيشك في سلوكها ولا غيره؟ لا هي غيره شديده، بس غيره غير عاديه، غيره يعني كلنا بنغير. انا ما شفتش الغيره دي قبل كده، كانت غيره غير عاديه بالمره يعني. غيره شديده قوي. علاقتك بيه كانت عامله ايه؟ ما كنتش يعني كنت بتجنبه. يكلمني ارد عليه،
لكن اذا اتصل عليا حتى في التليفون انا ما كنتش برد عليه بسبب اندفاعه يعني. بسبب اندفاعه وغشمه وتهوره وسوء استخدام الفاظه وعدم ثقافته، وبسبب فوارق فكريه كبيره جدا جدا بيني وبينه. كنت معترض على الموضوع ده من الاول؟ ده انا زاد اعتراضي، يعني انا كنت معترض مش لشخصه، انا كنت معترض على الجواز البنت صغيره ودي اصغر بناتي، فانا مراعي ان لسه يعني برضه بجرح مشاعر اخواتها الكبار. ما كانش اعتراض على شخصه، لكن بعد كده كان الاعتراض على شخصه، وسبق ان انا انهيت الخطوبه. وجه يوم ما شتمني في التليفون اتصلت بابوه وامه وجم قعدوا معايا، قلت لهم يا جماعه خلاص احنا مسامحينكم ومش عاوزين منكم حاجه وخلاص هنفض الموضوع على كده. ازاي؟ قلت لهم خلاص والله هو كده ابنكم ما ينفعش معانا. اما يشتم راجل قد ابوه كان زميل دراسه وجار وصديق وفي بينا نسب، لان اخويا كان متجوز بنت عم امير، فيعني هو طبعا الله يرحمه. الله يرحمه. كانت رايحه تعمل ايه في الشقه؟ هما طبيعي انها كانت تروح الشقه، انا ما كانش عندي علم ان هي رايحه الشقه وانا مش عايش معاهم، لكن عروسه يعني بقالها ايام يعني بالظبط تفرش شقتها. ده توقعي انا الطبيعي يعني، لان كنا متفقين على الونش اللي هيجي ينقل العفش. النهارده السبت، مش النهارده السبت؟ احنا حاجزين حاجات ثلاجه وغساله حاجات عند الراجل قال المكان زحمه وتعالوا شيلوا حاجاتكم يا اما هزود السعر بعد كده. كان الميعاد اخر موعد النهارده، فشيء طبيعي انها كانت تروح الشقه امبارح. ده افتراضي انا تروح توضب الشقه اكيد، حتى عشان تكون الشقه مجهزه برضه، لان احنا هنروح ننقل العفش. ده شيء طبيعي. هما كانت علاقتهم كويسه جدا 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 برغم ان خلافاتهم كتيره جدا جدا، بس هو الحقيقه ما كانش بيتحمل زعلها وكان بيراضيها. رغم ان كانت في خلافات كتير، ايه اللي يخليهم متمسكين ببعض لحد اللحظه الاخيره؟ يعني انتحر جوه انتحر. هي كانت علاقه غريبه جدا من نوعها، يعني علاقه غريبه قوي 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 يعني انا كنت احيان كتير جدا بقعد افكر واقعد اقول لها يا بنتي انتوا هتبقى حياتكم ازاي بعد الجواز؟ ده انتوا في شجار دائم، يعني هتبقى حياتكم ازاي بعد كده؟ يا بنتي مش كده، اهدوا، ده راجل يبقى صوتك واطي اقل من صوتي. هي كانت عصبيه؟ ايوه. طيب دايما كنت اقول لها ما تخليش لغه الجسد عندك عاليه، انها تتكلم تنفعل بايديها. لغه الجسد عاليه جدا. طب ما انا واقف بتكلم كويس اهوت وطبيعي وهادي اهو، وواحد اقعد اقول لها الكلام ده، مش ضروري احرك ايديا يمين وشمال واعمل كده، لا اهو واتكلم. ده كان جزء من الخلافات معاهم يعني او مع بعض؟ ايوه، ده حتى اخر مره كنت قاعد انا وعمها في حفله خطوبه اختها الاكبر منها، وهي انفعلت وجرت في دخل تروح يمين هو يروح وراها، تروح شمال هو يروح وراها ويجري وراها عشان الخلاف كان على ايه؟ على الكوافير، عايزه تغير الكوافير. فانا انفعلت عليها وشتمتها وعمها شتمها وقال لها عيب في ايه؟ وجينا عليها وحملنا عليها في ايه يا بنتي؟ خلاص الكوافير اتحدث خلاص، واي كوافير هيقضي الغرض، والكوافير مش وحش خلاص. يعني مش كنت معاه او معاها، لا، حسب الاصول. احكي لنا يا بابا كده وصلك الموضوع ازاي؟ ابو امير الله يرحمه بقى اتصل بيا امبارح مساء حوالي الساعه تقريبا. هو اللي اتصل بيك؟ 11 بالليل تقريبا، الله اعلم يعني مش متذكر بالظبط. ف غنى عليا، فتحت رديت عليه، لقيته بيشتم، شتم بألفاظ بذيئة جدا وشتم كتير. فقلت له في ايه يا ياسر؟ قال لي بنتك شنقت ابني يا راجل يا كذا يا كذا يا كذا كذا. من انفعاله طبعا انا قدرت انفعاله وما ينفعش ارد عليه خلاص. ده كل اللي حصل يعني، دي الطريقه اللي انا عرفت بيها. بعدها عملت ايه؟ بعدها جيت على القصر، سالت، انا داخل القصر وانا رافض تماما تصديق ان هو مات. انا فكرت ان ابوه بيبالغ، يعني بنتك
زقت ابني وقع مثلا، انا فكرت كده. طب انت عارف ان دلوقتي مريم محل اتهام ان هي ايوه تكون قتلت امير، انت شايف بتربيتك لبنتك شايفها تقدر تكون عملت كده؟ بنتي مش عنيفه ولا عدوانيه لدرجه القتل، دي استحاله استحاله. وبعدين هي كانت بتحبه جدا، وانا منفصل عنهم، وبنتي لجأت لي وقالت لي انا لجأت لك باللفظ لاجل عيون امير. يعني هي اعلنت احتجاجها عليا وعدم لجوءها ليا الا عشان خاطر عيون امير. يعني كانت بتحب امير جدا جدا. تقتله ازاي؟ هي دلوقتي موجوده في محل التحقيق، يعني تحقيق النيابه، ولا هي اخلى سبيلها ولا ايه بالظبط؟ لا هي في محل تحقيق النيابه. هي ما زالت جوه النيابه بتحقق معاها يعني. ايوه وانا جالي استدعاء من النيابه، ووالدتها جالها استدعاء من النيابه، واحنا طبعا لبنا استدعاء النيابه، وانا جاي دلوقتي عشان ادخل النيابه اشوف عايزين ايه. ما حصلش كلام بينك وبينها خالص؟ لا ما شفتهاش. يعني انت لسه ما شفتهاش لحد دلوقتي؟ لا ما شفتهاش خالص. مريم بتربيتك ليها كم سنه عاشت معاك هي مريم؟ احنا عايشين مع بعض على طول، وانا منفصل لكن بزورهم، بروح لهم، البنات بيجوا لي. متواصل جدا معاهم، متواصل معاهم. وحتى هي في الفتره الاخيره دي جت قعدت معايا اقامه دايمه اسبوعين او 3. ايه اللي كان هيتم؟ منفصل عن امهم، لكن مش بعيد ولا متباعد. تقول للراي العام ايه اللي شايف مريم متهمه؟ والله يعني بنتي مش ممكن تقتل، ولكن احنا في انتظار ظهور الحقيقه. ربنا يظهر الحق. شايف عينيك دموع. حط نفسك مكاني، دي بنتي. البنت ديت في يوم من الايام تاهت. الكلام ده كان عمرها 2 او 3 سنين، كان عمرها 3 سنين لانها كانت بتمشي يعني. تاهت لغايه قريب. انا كل ما افتكر الموقف ان بنتي تاهت وممكن ما الاقيهاش، والوساوس بتهاجمني وبتهاجم افكاري. وكان في الايام دي تجاره الاعضاء البشريه واخطاف الاطفال من اجل تجاره الاعضاء البشريه، كان الرعب يمسكني لغايه النهارده. انا لما بفتكر موقف بنتي تاهت وممكن ما الاقيهاش، كنت بدعي ربنا واقول يا رب الاقيها ان شاء الله تكون ميته وادفنها بايدي واقول الله يرحمها. بتقلق عليها كتير؟ طبعا بنتي. وبنتي دي بالذات كانت قريبه ليا قوي. قول لنا على مكانه مريم واميره. اميره اكبر من مريم بحوالي 1.5 سنة او 2 سنين. الاثنين كانوا منسجمين مع بعض ومندمجين مع بعض وقريبين لبعض، والاثنين كانوا قريبين ليا جدا. فكنت انا بحكم شغلي ما كنتش بفضى غير بعد صلاه الفجر. كنت اخدهم يضغطوا عليا، وطبعا لازم اغضخ لرغبتهم، واخدهم واتمشى معاهم وامشيهم. نطلع على الطريق الدائري بتاع المحله في الغيطان، في بحر المسمى بحر ديارب. صورنا نخلي البحر خلفيه. كنا بنخرج بالليل في وقت فراغ بالنسبه لي، او اسرق نفسي شويه من شغلي ونروح نقعد في اي كافيتيريا مع بعض. كنا اصدقاء جدا جدا جدا. يعني يمكن حصل خلاف شويه بيني وبين مريم بالتحديد بعد ما انفصلت عن امها. انت منفصل بقالك كام سنه؟ احنا بقالنا سنوات منفصلين. احنا حتى انا مش مطلق امهم يعني، بس هو في انفصال. لكن انا لا مش عايش معاهم. وطبعا ما فيش طلاق على اساس يعني ايه ادخل البيت واخرج بشكل طبيعي شرعي عشان مناسبات ولادي. الاطمئنان عليهم، وجودي في وسطهم طبيعي. تبقى الست برضه لسه مراتي وعلى ذمتي. احنا اسره هادئه جدا مسالمه جدا. انا ماليش في حياتي محضر واحد خناقه في اي قسم من اقسام الشرطه في البلد. ما عنديش مشاكل. انت طالع دلوقتي تقول ايه يا بابا؟ انت طالع دلوقتي الراي العام تقول ايه؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قتل امين. هل هو قتل ولا شنق نفسه؟ والله هو جات لي معلومه
ان الطب الشرعي قال ان هو ما شنقش نفسه، ان هو بالفعل اتقتل ورجع لورا. الاحبال الصوتيه، تقرير الطب الشرعي بيقول الاحبال الصوتيه اثبتت ان هو اتشد لورا. الله يرحمه، والله اعلم مين اللي عمل فيه كده. لسه طبعا التحقيقات شغاله. لسه التحقيقات شغاله، فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ازهق روح بدون وجه حق. مريم ما تعملش كده. لكن مريم استحاله تعمل كده، استحاله تعمل كده. هي مريم كل اللي حصل اللي هي قالته اللي وصلني لان ما شفتهاش، ان هي رنت عليه كتير ما ردش، راحت الشقه لقاته مشنوق، اتصلت على واحد صديقه من تليفونه وجه صديقه وخدوه في توك توك ودوه القصر. يعني دخلت عليه لقيته متوفي. دخلت عليه لقيته متوفي وشالته هي وصديقه وودوه القصر. وبناء عليه انا رحت القصر، لكن يعني حصل اشتباك من ناحيه اهله اتجاهي، كان معايا اخويا وخلاص. حتى امناء شرطه وعساكر كانوا موجودين، قالوا لي امشي دلوقتي يا حاج من هنا احسن يعني. خلاص مشيت لحقن الغضب يعني، وانا اعذرهم ومقدر ظروفهم واحزانهم على ابنهم. تقول ايه لاسره امير؟ اقول له اسره امير البقاء لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها اخر الاحزان ويجيب لكم حقكم في اللي قتل ابنكم. لو بنتك ظهرت حتى لو كانت بنتي، لكن دي بعيده برضه، بعيده بعيده بعيده. وبنتي مش عدوانيه، بنتي عصبيه مش عدوانيه لدرجه القتل. انت بتتكلم بثقه وواثق ان بنتك بريئه. بنتي وانا عارفها، ما تقتلش ما تقتلش. تمام يا بابا، احنا طولنا عليك يا ست انا تحت امرك وتحت امر العداله. شكرا جدا ان احنا بس انا بتمنى يعني اقول كلمه، انا شايف الراي العام كله منقلب على بنتي. دي طفله 16 سنه ونص، عنفوانيه شويه، عصبيه شويه، لكن مش لدرجه القتل. طب ما انا ممكن حاجه تعصبني دلوقتي واكسر الدنيا، لكن انا طبعي انسان هادئ وحليم. مش العصبيه عمرها ما كانت ابدا ابدا من دواعي القتل. تدعي تقول ايه لمريم؟ ربنا يفك كرب جبلتي. يعني ربنا يصبر يا رب. طبعا زي ما احنا شايفين يعني الاب انهار حزن على بنته اللي هي حبيبة قلبه زي ما هو بيقول، واللي هي قريبة منه. ف زي ما احنا شايفين ان هو في كلامه بيقول انا واثق من براءة بنتي وبنتي ما تعملش كده. ربنا يصبرك يا بابا، ربنا يصبرك، وحد الله، وان شاء الله الحق هيبان. الحق هيبان يا رب يا رب. الحق هيبان يا رب. اللهم امين. انا بعتذر عن التصوير كفايه. لا احنا كده وصلنا لختام اللايف. يعني حابين نذكركم ان في مدينة المحلة الكبرى استقبلت مستشفى المحلة العام جثة الشاب امير ويبلغ من العمر 19 سنة، وتبين ان في شبهة جنائية في وفاته، و أجرت النيابة التحقيقات مع خطيبته بعد أن تبين إن هو توفى داخل شقة الزوجية، وهو عريس المحلة كان فاضل على زواجه أيام. المفروض إن هو كان يتجوز يوم الجمعة القادم، وزي ما احنا عارفين كده، أو زي ما الأب قال إن هم كانوا بيجهزوا للزواج. تقتلوا ازاي؟ هو نفسه والله يرحمه وشرب سم عشان خاطرها، كانت قصه عشق ولا قز وليله. لا في ايه يعني؟ هتقتلوا ليه ولا يقتلها ليه؟ لا 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 لا، القتل ده بعيد بعيد. وبعدين احنا ما عندناش في الاسره ولا في العيله الكبيره، ولا ما عندناش الميول العدوانيه والقتل دي، ولا في سابقه واحده عندنا.
التحقيقات لسه ما زالت شغاله لحد الان. تم التحفظ على خطيبه المجني عليه امير، ولسه التحقيقات شغاله معها لحد الان. واحنا كده متابعينا الكرام، احنا كده وصلنا لختام اللايف. احنا متابعين القضيه في مدينه المحله الكبرى.